إذا ما كانت هيك عم تقرمش وتمط اعرفي إنه الوصفة غلط. بفيديو اليوم رح أشارككن سر سمبوسة الجبنة المقرمشة من برا والمطاطية من جوا مثل المطاعم تماما. شوفولي على هاللون الذهبي والمقرمش. وإذا أول مرة بتشوفوني أنا نهاوند ورح نعمل مع بعض هي الوصفة يلي طلبتوها مني كتير وخاصة برمضان. سامعين الصوت؟ هذا يلي عليه علامات. ويلا خلينا نبلش. جهزت المكونات يلي بدي أحضر منها العجينة. استخدمت 3 أكواب طحين أبيض ونص كوب نشا وربع كوب زيت نباتي وكوب مي دافي. أول شي بخلط المكونات الجافة. استخدمت معلقة صغيرة سكر بضيفها للطحين ونص معلقة صغيرة ملح وكمان النشا استخدمت نص كوب. هلأ بخلط المكونات كلياتها مع بعضها لحتى يختلطوا. وهلأ بضيف الزيت على الطحين وبخلطهم مع بعض. وطبعا لازم اني كمل الخلط بايدي وافركهم مع بعض لحتى يتشرب الطحين الزيت ويصير القوام مثل الرمل. وهلأ بضيف المي الدافي على مرحلتين وبعجنه لحتى يصير قوام العجينة ناعم. يعني لا بدي اياها تكون طرية زيادة ولا بدي اياها تكون ناشفة. وطبعا الأفضل إني كمل عجن على سطح أملس. دهنت السطح بشوية زيت وهلأ بعجن العجينة لحتى تنعم معي. لاحظتوا بهي العجينة ما استخدمت البيض ولا استخدمت الزبدة لأنه الزبدة بتقسي العجينة والبيض بخليها طرية. سر القرمشة بهي العجينة هو النشا مع الزيت. وبعد ما نعمت العجينة هلأ بحطها بوعاء دهنته بزيت وبدهن كمان السطح بزيت مشان ما تنشف عندي العجينة. وبغطيها وبتركها 45 دقيقة لحتى ترتاح. وهلأ منجهز مكونات الحشوة. استخدمت كوبين موزاريلا ونص كوب جبنة شلال ومعلقتين كبار جبنة بيضة كريمية، كوب حليب سائل، معلقة كبيرة نشا، رشة فلفل أبيض ورشة ملح إذا الجبنة مالها مالحة. وبطنجرة على الغاز بحط الحليب البارد وبضيف له النشا وبحركهم على البارد ليدوب النشا. بعدين بشغل الغاز وبضل عم حرك لحتى يتقل عندي القوام ويصير مثل البشاميل التقيل. هلأ بطفي الغاز عليه وبضيف الموزاريلا. ضفت كاستين الموزاريلا وبحركهم مع بعض. أهم شي هون عندي التوقيت. يعني لازم أكون سريعة بالمراحل. بعد ما ضفت الموزاريلا وحركتها هلأ بضيف الجبنة الشلال وبضيف كمان الجبنة السائلة إذا كانت متوفرة عنا. ولازم الجبنة تكون جبنة بيضة. كتير ناس بتسألني ليش السمبوسة أحيانا بتفتح وقت القلي وليش الجبنة بتسيح وبتطلع لبرا. السبب بكل بساطة إنه في سر مهم المطاعم ما بتخبركن يا إنه هن بيطبخوا الجبنة قبل. هذا هو السبب إنه بتطلع الجبنة مطاطية وما بتسيح وما بتطلع لبرا. شوفوا كيف المطة تبعها قديشها بتشهي وبتاخد العقل. وهلأ بضيف حبة البركة اللي حتعطيني النكهة كتير طيبة مع الجبنة. بخلط المكونات مع بعض لحتى تتمازج حبة البركة مع الجبنة. شايفين كيف القوام تبع الجبنة؟ هذا القوام يلي بدي اياه. مشان هيك قلت لكم التوقيت كتير مهم. يعني لأنه إذا تركناها زيادة بتشد وبتصير قاسية، وإذا شلناها بكير بتكون سائلة وطرية. بقى هذا هو القوام الصح. هلأ منحطها بوعاء ومنخليها لحتى تبرد تماما. لازم الجبنة تكون باردة. وممكن بعد ما تبرد الجبنة نقطعها بشكل متساوي لحتى يسهل علينا إنه نستخدمها. وهلأ بعد ما ارتاحت العجينة ملمسها عن جد مثل الحرير. هلأ منقطع العجينة للأحجام اللي نحنا بدنا إياها وبعدين منكورها ومنغطيها مشان ما تنشف.
نستخدم هلأ العجينة أول بأول قطعة بقطعة ومنغطي البقية مشان ما ينشف عندي العجين. وأهم نقطة يلي بتخلي العجينة تطلع مقرمشة إنه لما بدنا نفرد العجينة نرش بدال الطحين نشا على السطح. يعني نحن لما بنستخدم النشا بيخلي العجينة تطلع مقرمشة. وكمان في سر تاني من الأسرار إنه كل ما رققنا العجينة أكتر كل ما طلعت العجينة مقرمشة أكتر. شوفوا قديش العجينة رقيقة بهذا الشكل. ونقطة تانية، يعني لما بدي أحط الحشوة لازم ما كتر حشوة مشان كمان الحشوة ما تطلع لبرا. بعد ما حطينا الحشوة استخدمت اللاصق يلي هو عبارة عن طحين ومي مشان سكر فيه السمبوسة. وهذا شكله بعد التشكيل. أنا بحب استخدم هذا القالب لما بدي استخدم السمبوسة، وانتو ممكن تعملوها بالشكل أو القالب يلي انتو بتحبوه. وبكمل تشكيل باقي العجينة لحتى أخلص الكمية أو الشكل يلي أنا بدي إياه، وبصفهم بصينية وممكن إني فرزهم دخلهم فورا على الفريزر. وبعد ما بيفرزوا بحطهم بأكياس نايلون وبرجع بفرزهم مشان استخدمهم برمضان. وهي شكل السمبوسك أول شكل خلص معي. هلأ ببلش بالشكل الثاني. مثل ما خبرتكن أهم خطوة إني رش النشا على السطح وعلى العجينة ورققها منيح. يعني سر القرمشة هو إنه تكون العجينة رقيقة واستخدمنا النشا بدال الطحين. شوفوا ملمس العجينة مثل الحرير عم ينفرد معي بكل سهولة. هذا الشكل من العجينة لازم إني رق العجينة بشكل طولي بهذا الشكل. وهلأ بوزع الحشوة وبعدين بستخدم اللاصق اللي هو طحين ومي. بدهن اللاصق بهذا الشكل وبس على الأطراف مشان لما بدي أقلب العجينة تسكر معي منيح. ولازم أتأكد إني سكرت الأطراف بهذا الشكل منيح من كل الجهات مشان ما تفتح العجينة معي وقت القلي. وهلأ بتخلص من الزوايد وبقطعها. هذا الشكل من السمبوسة أكتر شي بيستخدموه بالمطاعم بيكون شكل السمبوسة بهذا الشكل. نحن عنا بالشام بنقول عنا سمبوسك. انتو شو بتسموها، سمبوسة ولا سمبوسك؟ خبروني بالتعليقات. دهنت اللاصق على السطح اللي هو طحين مع مي، وآخر شي بحط عليها حبة البركة يلي هي بتميز حشوة الجبنة. وبالنسبة للقلي بنقلي السمبوسك بزيت غزير على نار متوسطة، لا تكون عالية ولا تكون واطية، ومنقلبها لحتى تاخد اللون الذهبي الحلو. شايفين أول ما نزلناها بلشت ما شاء الله تنتفخ معانا. ضروري كتير إنه نحنا نصير نوزع الزيت بهذا الشكل على السطح مشان نخليها تنتفخ معي. وطبعا منقلبها كل شوي مشان تاخد اللون الذهبي على الطرفين. شايفين هاي الفقاعات اللي طلعت على السطح؟ هاي دليل إنه السمبوسك مقرمشة. أهم النصايح اللي بدي أحكي عنها إنه الحشوة لازم تكون باردة مشان ما تسيح وتطلع لبرا، والعجينة لازم تكون رقيقة مشان تطلع مقرمشة، والزيت حرارته بدها تكون متوسطة. بهي الحالة رح نحصل على سمبوسة مقرمشة وناجحة 100%. وأول ما توصل لهذا اللون الذهبي الحلو بطلع السمبوسة فورا مشان تضل خفيفة وما تشرب زيت. وبكمل قلي بقية السمبوسك لحتى أخلص كل الكمية. ومثل ما خبرتكم لازم حرارة الزيت تكون متوسطة، لأنه لو كان الزيت حرارته عالية كتير رايح يطلع لون السمبوسك غامق ويحترق معانا. وإذا كان الزيت بارد رح تطول السمبوسك بالقلي وتتشرب زيت. لاحظوا هلأ كيف مثل ما خبرتكم لازم إني أغمر السمبوسة بالزيت لحتى خليها تنتفخ. شوفوا كل ما وزعت الزيت عليها بتلاقوها صارت تنتفخ بسرعة أكتر. وبقلبها على الطرفين. شايفين كيف مبينة القرمشة يلي على السمبوسك، الفقاعات اللي فيها هي دليل إنها رقيقة كتير ومقرمشة. بقلبها على الطرفين وهي ما حتاخد معانا وقت كتير. أول ما بيصير لونها ذهبي بهذا الشكل منطلعها. اللون الذهبي هاد هو سر السمبوسة المقرمشة مثل المطاعم تماما. نحن منطلعها مباشرة على ورق مطبخ نشاف مشان نحافظ على القرمشة يلي فيها. اللون الذهبي هاد دليل على انه السمبوسة ناجحة. وهلأ ركزوا معي منيح. هي القرمشة دليل انه وصفتك ناجحة 100%.
مقرمشة من برا والجبنة عم بتمط من جوا، يعني شي بشهي ما فيكن تقاوموها عن جد، خصوصا برمضان. هي السمبوسة خفيفة ومقرمشة ومتفجرة بالجبنة. هذا الفيديو لازم تحفظوه عندكم مشان رمضان وتشاركوه مع أحبابكم وأصحابكم، وإذا جربتوا هي الوصفة رح تعتمدوها كل رمضان على قد مو طيبة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، خبروني بالتعليقات كيف طلعت معاكم الوصفة. رمضان كريم وإن شاء الله صحة وهنا.